طول عمر الكشري في البيت ده بالنسبه لي معاناه لحد ما جربت وصفه الكشري في الحله الواحده. هنبدا بالبصل. انا قطعت البصل بتاعي وحطيت عليه نشا وحمرته، وفي نص التحمير كده حطيت عليه ربع معلقه ملح علشان ما يمررش، وبعدين طلعته. بيطلع كرانشي وخطير. من الزيت بتاعه بقى هعمل الكشري بتاعي. اول حاجه نص كوبايه شعريه هحمرها كويس، وبعدين عليها كوبايتين رز برضو هحمرهم كويس، وبعدين ازود عليهم كوبايه عدس منقوع مغسول كويس، وبعدين كوبايه مكرونه، واقلبهم كده مع بعض، واحط البهارات ملح وكمون ومكعب مرقه. والكميه دي بتاخد 4 كوبايات ميه مغليه، واحط على الوش سباكيتي متكسره كده وبس، وهسيبه لحد ما يشرب ميته كلها، واوطي عليه واغطيه خالص لمده تلت ساعه. بعد كده الصلصه بتاعتي زيت عليه توم مفروم وعليه معلقتين صلصه، واقلبهم كده مع بعض، واحط عليهم البهارات ملح وكمون وبابريكا وعصير طماطم، وبعد كده معلقه سكر. ولما اطفي النار احط نص كوبايه خل. دقه بقى زيت عليه توم عليه شطه عليه كوبايه ميه عليه كمون وكزبره، وطفي النار، ونص كوبايه خل. وبس كده الكشري جاهز وحاجته جاهزه. جربوها وقولوا لي رايكم والديتيلز في الكابشن.